مجال دراستك بيخليك تكتسب شوية مهارات ممكن تميزك عن أي حد تاني، وده طبيعي لأن هيبقى عندك شوية معلومات زيادة. وبما إننا طبعا بنتكلم عن الهندسة المعمارية، فاحنا النهاردة هنتكلم عن المهارات اللي هتبقى عندك بحكم دراستك للهندسة المعمارية. طبعا الكلام ده أنت هتبقى واخد بالك منه لأن أنت اللي هتحس باختلاف، ولكن أنا قلت أعمل الفيديو من باب إنك تاخد بالك من المهارات دي كويس، ولو ناقصك حاجة منهم تحاول تتعلم. مساء الفل يا شباب. دلوقتي لو انت لسه طالب او متخرج او حتى شغال، فانت هتحس ان انت بتمر بمراحل تغيير. اديكم مثال بسيط، انا من 5 سنين عمري ما كنت اتخيل ان انا اذاكر بعد الساعه 9 بالليل. فهندسه عامه انت بتعرف ان السهر عباره عن امر واقع، يعني ده مش اوبشن. ساعات انت بتبقى مزنوق، عندك تسليمه مثلا الساعه 9 الصبح وانت لسه ما خلصتهاش والساعه قربت على الفجر تقريبا، فانت بتضطر تطبق. خلينا اكون صريح معاك، الموضوع بيبقى سببه الديدلاين، ان انت عندك حاجه لازم تخلصها. وهنا تيجي معانا اول مهاره وهي اداره الوقت. انت كل شغلك في الكليه هيبقى عباره عن تسليمات، ومش تسليمه ولا 2، انت ممكن يبقى الاسبوع عندك فيه 6 تسليمات، ومش عايز اقول لك بقى التسليمه ممكن تاخد وقت قد ايه. ومن هنا بتبدا رحلتك مع اداره الوقت، لانك لو ما عملتش كده هتلبس لبسه وحشه قوي. طيب حاجه زي كده اتعلمها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، انت بس محتاج انك كل يوم تبقى محدد انت هتعمل ايه من قبلها. يعني مثلا انت بكره عايز تعمل 1 2 3، مش اكتر من كده. تبقى كاتب 3 حاجات اساسيه انت هتعملهم خلال اليوم، والكلام ده طبعا قبل ما تنام، بحيث انك تبقى صاحي عارف انت هتعمل ايه بالظبط. وليه انا قلت 3 ما قلتش اكتر من كده، رغم ان انت ممكن فعلا يبقى اليوم محتاج انك تعمل اكتر من كده، بس خلينا نقول 3 لان احنا عقلنا ما بيحبش الزحمه، وعقلك لما بيلاقي لسته طويله غالبا بيهرب منها. لكن 3 حاجات مش حوار، يعني هعملهم واعمل جنبهم صح، ساعتها انت هتحس احساس حلو جدا. وهنا بقى هنتنقل لتاني مهاره وهي ترتيب الاولويات. يا ترى ايه ال3 حاجات اللي انت عايز تعملهم في خلال اليوم، واللي لو عملتهم انت عندك استعداد تكمل اليوم عادي من غير ما تعمل اي حاجه زياده؟ انت مش بس هيبقى عندك ترتيب اولويات لانك تختار ال3 حاجات دول، ده انت هتختار كمان الاهم وتعمله الاول وبعد كده الاقل اهميه. يعني انت هتختار اولويات للاولويات، اللي هو ايه الحاجه اللي انت هتبدا بيها، حتى لو حصل ظروف ومعرفتش تعمل الاتنين الباقيين فانت عملت اول حاجه ودي الاهم. ترتيب الاولويات مهم جدا وهيساعدك وانت بتعمل تاسك وانت بتحل امتحان، دي حاجه انت غصب عنك هتلاقيك بتكتسبها، والا ما كانش زماني بصور الفيديو ده دلوقتي. ثالث مهاره معانا وهي الاهتمام بالتفاصيل. مش محتاج اقول لك بقى المهاره دي هتتعلمها ازاي، ولكن انت كمهندس معماري طبيعي ان انت هتصمم، هتحل ستراكشر، هتعمل اي حاجه في المجال بتاعنا، محتاج انك تكون بتهتم بالتفاصيل. ممكن تفاصيل بسيطه قوي انت تاخد بالك منها ومفيش حد ياخد باله منها غيرك. فاكر في الفيديوهات اللي فاتت لما كنت بقول لك ان المهندس المعماري ده بيشتغل اصلا على الفراغ؟ دي حاجه تخليك عامل زي المؤلف اللي بيكتب سيناريو ومهتم بكل التفاصيل اللي فيه، ودي حاجه كده بتتكتب في السي في من ضمن السكيلز بتاعتك، ديتيل اورينتد. في اول الفيديو قلت لك ان احنا بنتكلم في مهارات عباره عن سوفت سكيلز، وطبعا مش محتاج اقول لك ان من اهم المهارات دي وهي رابع مهاره هنتكلم عنها، التواصل. لازم تعرف ازاي تتكلم مع زمايلك، او ازاي تعرض شغلك او مشروعك قدام عدد كبير. في ناس كتير بيبقى عندها رهبة من الموضوع ده، ولكن خليني اقول لك ان اسهل واحسن طريقة تتعلم بيها انك تتكلم قدام ناس هي انك تبدأ تتكلم بالفعل قدام الناس. مش محتاجة حاجة يعني. بلاش جو ان انت تبقى بتستخبى او بتتراجع. مفيش حد بيتعلم العوم وهو واقف على الشط، لازم ينزل المية عشان يتعلم العوم. فلازم تبدأ فعلا تتكلم قدام ناس، ولازم تاخد الخطوة في انك لو عندك اي سؤال عايز تسأله، مفيش اي مشكلة. على فكرة انا كنت بخاف جدا من الموضوع ده، والله العظيم ساعات كنت ببقى عايز اسأل على حاجة وبخاف اسأل عليها، لحد ما في مرة قلت هو ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لو انا سألت؟ الناس هتضحك يعني؟ طب ما يضحكوا، هم هيفضلوا فاكرين لحد امتى ان انا سألت سؤال غبي؟ خلينا نقول ان السؤال اللي انا سألته سؤال غبي، او انا اصلا كنت هعرف منين ان السؤال ده غبي لو ما كنتش سألته؟ وعشان كده لازم تقوي مهارة التواصل دي، تعرف انك تتكلم مع الدكتور بتاعك ازاي، المعيد، تتكلم مع زمايلك ازاي تتكلم قدام عدد من الناس. على فكرة المهارة دي من كتر ما هي مهمة هم بيدرسوها كمادة في بعض الكليات، ودي من اكتر المهارات اللي انا برجح انك تركز عليها. حاول تخلي نفسك احسن في التواصل مع الناس. نيجي للمهارة رقم 5 وهي مهارة البحث. يوسفنا اقول لك ان في قسم عمارة انت اللي بتجيب المعلومة بنفسك، غالبا الدكتور مش بيقول لك كل حاجة. دايما كنا نسمع المصطلح ده، الدكتور يقول لنا على فكرة انا مجرد بس بوريك الباب وانت اللي بتروح
تفتح الباب ده. في دكتور يبقى طيب شويه يقول لك انا همسكك اكره الباب. والله كنا بنسمع الكلام ده، وده معناه انك لازم تعتمد على نفسك بشكل كبير في الدراسه وانك تجيب معلومات ومصادر. ولكن زي ما انت شايف كده انا بحاول اسد الفجوه دي، انا بحاول اعمل فيديوهات على قد ما اقدر تفيد الطلبه والخريجين، لان انا لسه حديث التخرج، فلقيت ان في حاجات كتير قوي كانت ناقصاني بحاول على قد ما اقدر اكملها. طب تفتكر ليه البحث عباره عن مهاره؟ لان مش اي حد ليه خلق في ان هو يدور على المعلومه. خليني اديك مثال. الناس اللي بتعمل دراسات عليا زمان كان الموضوع صعب جدا، وعلى قد ما هو كان صعب كان فيه متعه، لان انت كنت بتروح مكاتب وتقعد تصور كتب وتقعد ترسم سكتشات. دلوقتي الموضوع طبعا اسهل بالانترنت والاي اي، فمش محتاج اقول لك ان كتر المصادر ده بيخليك تتشتت شويه. يعني على قد ما الموضوع بقى سهل على قد ما بقى معقد اكتر، لان كتر المصادر ده مش حاجه حلوه. كل ما تزيد الاختيارات بتقل فرصتك على اتخاذ القرار، وده اللي بيحصل لما بنلاقي عدد كبير من المصادر. طب انهي فيهم صح وانهي اللي بيهبد وانهي اللي غلط؟ انت بقى هتعرف ده مع البحث، مع انك تدور على المعلومه وايه المصدر بتاعها لحد ما تجيب اخرها. ولذلك برضه بيدرسوا ماده اسمها مهارات البحث والتحليل، ودي كانت من المواد الاختياريه اللي درسناها في الكليه، اللي هو انت بتختار ما بين الماده دي وماده تانية. طبعا كل الكلام ده هبقى اتكلم عنه بالتفصيل. مهاره رقم 6 وهي العمل ضمن فريق، التيم وورك. في من ضمن السكيلز اللي بتتكتب في السي في تيم بلاير، يعني ان انت تعرف تندمج مع فريق، او ان انت ما يبقاش عندك مانع انك تشتغل مع ناس كتير. لا ما تشاورليش، ما تشاورليش، تعالى اشتغل انت. ما انا مش حاوي، انا ما بحبش الوقفه دي خالص. وزي ما قلت لك قبل كده انت مش هتشتغل لوحدك يا عم، ده لو انت وصلت لقمه الهرم وبقيت انت التوب في الحكايه دي، فانت هيبقى في ناس تحت منك ولازم تسمع لهم وتدي لهم تعليمات. وهي دي بقى ايه العمل ضمن فريق، انت حتى لو انت اللي بتليد الفريق ده. وفعلا دي المهاره رقم 7 وهي القياده. طب يا عم عيد، مش هو اصلا زي ما انت قلت قبل كده الواحد بياخد السلم من اوله؟ ايه اللي هيخليني اتعلم مهارات القياده وانا لسه يعني مش انا القائد؟ لا ده انا ضمن الفريق. هقول لك ليه. اغلب الشغل في الكليه بيبقى عباره عن تيمات. في مواد معينه كده الدكاتره بتطلب بحث او مشروع تيم كامل يعمله، تيم مكون مثلا من 10. كل الناس بتهرب من حته ان هم اللي يبقوا الليدر. انا عن نفسي كنت بعمل كده، بس هقول لك ليه. انا كانت ظروفي ما تسمحليش ان انا ابقى التيم ليدر. اصل الليدر ده بيبقى عليه مسؤوليه كبيره، بس دي مش حاجه وحشه، هو بس بيبقى محتاج ان هو يكون متابع كل حاجه بنفسه، وساعات كتير بيبقى لازم انت اللي تاخد مبادره. وعشان كده انا بنصحك انك تتعلم الموضوع ده عشان تبقى جاهز له، يعني في حال ان انت حسيت ان انت الكفء للحكايه دي. زي ما بقول لك كل الناس بتتهرب من الموضوع، فممكن ما يبقاش في غيرك. فلو ظروفك تسمح دي هتبقى حاجه كويسه وهتعلمك كتير. بالعكس دي هتخليك جاهز لما ان شاء الله تتخرج وتشتغل ان انت تبدا تترقى بالمستوى بسرعه. المهاره رقم 8 دي بتبقى عند اي طالب هندسه، وهي العمل تحت ضغط. على فكره كل الكلام اللي انا بقوله ده انت فعلا هتلاقي نفسك بتكتبه في السي في، لان والله ده بحكم دراستك انت بتكتسبه. يعني انا مش بقول كلام معقد، انا حاسس ان انا بقول كلام بديهي اصلا. انا متهيألي عليا ناس بتقول لي انت عامل الفيديو ده ليه. بس خليني كده اديك مثال انت ليه هتتعلم مهاره زي دي. لان زي ما قلت لك انت بيبقى شغلك كله عباره عن تاسكات. انت ممكن الاسبوع يبقى زحمه، يبقى عندك بتاع 6 تاسكات مثلا. هو فعلا انت الترم بتدرس حوالي 6 أو 7 مواد، فغالبا ممكن يبقى عندك فعلا بالست والخمس تاسكات. فكده انت تحت ضغط. هتبدا بقى تتعامل مع الضغط ده ازاي؟ هو ده اللي هيخليك تتعلم المهاره دي، ان انت طبعا ترتب اولوياتك. كل المهارات دي بتخدم على بعض. ده غير كمان انك ممكن تعمل، خلينا نقول لوحات. انت ممكن ترسم لوحه وتعيدها تاني عادي. يا استاذ ممتاز وربنا انا مناقصك. انا مثلا حاجه زي كده خلتني بجد بالي طويل قوي، بالذات مع حاجه زي اليوتيوب. انا مره كنت بصور فيديو وبقى عمال اصور واتكلم يعني خلاص بقى، يعني كنت ببدع، وقعدت تقريبا 40 دقيقه بصور. 40 دقيقه بصور وانا يا مؤمن اكتشفت ان انا مش دايس على الزرار اللي بيصور في الموبايل. الموضوع ده حصل بجد. ومره برضه كنت بصور وناس ان انا اوصل المايك. صدقوني يا جماعه الواحد كل ما بيغلط وكل ما بيتحط تحت ضغط، سواء بقى ضغط شغل ضغط نفسي، فهو لما بيخرج من الحكايه دي بيلاقي نفسه اقوى بكتير. وده بيأهلك للمهاره رقم 9 وهي حل المشكلات، اللي هي problem solving. انت طول حياتك في مشكلات بتقابلك، واثناء فتره الدراسه خلينا نمسك اي ماده بس كمثال، ماده التصميم المعماري. انت بتبقى بتعمل المشروع بتاعك، في مطلوب منك برنامج مشروع وفي محددات معينه للمشروع ده. مثلا اولا انت بيبقى عندك حته ارض بابعاد معينه، ممكن الارض دي يكون فيها كونتور، معلش انا بشرح الكلام ده بعدين. ومطلوب منك اقصى حاجه انك تبني المبنى ده على 4 ادوار وعلى مساحه بناء معينه، مثلا 40% من اجمالي مساحه الارض. كل دي حاجات عباره عن مشاكل. طب انا هعمل كده ازاي؟
طب ازاي احط بقى المشروع ده كله، البرنامج ده كله هحطه على الارض دي بالمواصفات دي؟ وهنا هتيجي مهاره حل المشكلات. انت هتبدا تتعامل معاهم ازاي؟ بالتفكيك. انت هتحل مشكله مشكله، والموضوع بجد بيبقى لذيذ جدا وممتع جدا. الواحد من كتر ما هو كان حاسس ان الدراسه دي حاجه جميله قوي، فعلا الصدم لما اتخرج ولقى ان ايه الملل ده بجد. يعني انا مش عايز اصدم حد، بس هو فعلا انت لازم تجهز ان سوق العمل مختلف تماما عن الدراسه. حاول على قد ما تقدر تستغل فتره الدراسه دي انك تستمتع على قد ما تقدر، تستمتع وتتعلم وتزود مهاراتك، انك بس تبقى مدرك ان في اختلاف بين الحياه العمليه والحياه العلميه. اصلا انت بعد ما تتخرج هتلاقي نفسك عايز تتعلم. انا لما لقيت نفسي عايز اتعلم قلت طب حلو ده، بما اني فاتح قناه يوتيوب فنتعلم سوا، اتعلم انا وكل الناس اللي نفس طريقه تفكيري دي. ده غير طبعا ان هيبقى كتر خير الدنيا لو قدرت اوصل للطلبه، وده طبعا يعني انت ممكن تساعدني فيه. انت عارف انا مش هقول مهارة رقم 10 وآخر مهارة، ودي اللي هنختم بيها الفيديو إن شاء الله، هي مهارة التفكير والتحليل النقدي. أوقات كتير بتبقى محتاج تفكر بشكل مختلف بره الصندوق عشان تحل مشكلة معينة. عارف كده الفيديوهات اللي بيجيب لك واحد وماسك قلم ويقول لك ممكن تقول لي القلم ده ليه كام استخدام؟ بيخليك تشوف استخدامات مختلفة لبعض الحاجات. وبرضه ده مرتبط بمهارة البحث، لأنك بتشوف المعلومة وتشوف المعلومة دي صح ولا غلط. في ناس بتبقى رسالة الماجستير أو الدكتوراه بتاعها عن حاجة حقيقية، هي حاجة اصلا مثبته بالفعل، ولكن هو بحثه عباره عن انه يتاكد الحاجه دي صح ولا لا. ففي الاخر بيوصل لحاجه من الاثنين، يا اما الموضوع ده غلط يا اما الموضوع ده صح بنسبه 100%. وده بيبقى عن طريق التحليل النقدي. هو مش بس جاب المعلومه، لا هو دور وراها واختبرها بنفسه لحد ما اتاكد انها صح او اكتشف ان في حاجه غلط. ودول كده كانوا اقوى 10 مهارات انت ممكن تتعلمهم من خلال دراستك للهندسه المعماريه. طبعا انا متاكد انك طالما طالب او خريج او حتى بتشتغل فانت عندك المهارات دي، بس انا عملت الفيديو ده عشان ااكد على المعلومه. ولو انت حسيت ان انت في مهاره ناقصه من عندك حاول بقدر الامكان تتعلمها. مفيش حد كامل، مفيش حد 10 من 10، هتلاقي دايما مهاره انت واقع فيها. وصدقني تعلمها مش صعب، انت مش هتاخد كورس في حاجه، انت بس هتركز عليها. عندك يا عم شات جي بي تي، اكتب بس مهاره كذا وشوف هيطلع لك ايه. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. ما تنساش لو انت مهتم بالمحتوى المعماري والمحتوى البصري بشكل عام تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. بس كده، شكرا جدا، سلام.